دلوقتي يا حبايبي طلعنا صينيه المكرونه من الفرن، تحفه، ريحتها قلبة الدنيا. مش هقول لكم ريحتها يعني خطيره خطيره خطيره. وشكلها بص تحفه زي، بس انا بحبها فاتحه شويه عن كده، هي احمر سنه مني، كنت عماله ارغي في التليفون. فده كان غدانا النهارده يا حبايبي. هنعمل طبق سلطه بس وكده بقى، مفيش بقى بانيه جنبه بقى ولا حاجه، بقى الحاجه غاليه. هو حلو، ما هو جواه بانيه وحبه سلطه كده اهو جنبيه. وده كان غدانا النهارده. بس بنتي هتجيب الاطباق هي وهتغرف، وبألف هنا وشوف اللي ياكلوه. واستنظري بقى في فيديو جديد اللي احنا نعمل مع بعض بقى ايه، عجينه الطعميه وندمس فول، ونعمل كده حبه اكلات ايه، فيها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت فيها حبه توفير للغلاء اللي احنا فيه دوت. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها، اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناه. تعبنا بقى يا جماعه، الحاجه غليت، الحاجه غليت خلاص، لازم نأقلم نفسنا للحاجه غليت عشان اعصابنا ما تتعبش. كل ما بننزل الحاجه غليت، الناس كلها الحاجه غليت، اي حوار دلوقتي ما بينك وما بين اي مرات اخوكي في التليفون الحاجه غليت وجوزي واتخانقنا وعمل لا 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 لا، كده هننكد على نفسنا. نأقلم نفسنا، كل واحد على قد لحافك مد رجليك. نأقلم نفسنا بعيشتنا، وهي دي حياتنا. وكل في العالم كله الحاجه غليت، مش في مصر بس. فمش هنقول هنقاطع، مش هنقاطع، لازم نعيش، لازم ناكل، ولازم نعمل اكلات اقتصاديه وفي نفس الوقت فيها قيمه غذائيه. فالنهارده انا هقضي اسبوعي كله بنص كيلو قوانص ونص كيلو ايه، بانيه اهو. انا لسه جايباه اهو، نص كيلو بانيه جايباه ب 65 جنيه، ونص كيلو قوانص جايباه ب 30 جنيه. هعمل بينه ايه؟ هاخد ربع كيلو البانيه، هعمل صينيه مكرونه بالبشاميل، ماشي. وهعمل بالربع كيلو التاني هحطه على نص كيلو القوانص اللي هي اللحمه الكدابه اللي انا عملته باللحمه. بس انا المره دي هعمله بالفراخ، وهعمل همبرجر. وجبت كيس ايه توابل همبرجر من عند العلاف اهو. فده فيديو حبه مشتريات وايه، وهقول لكم ازاي نعمل حبه اكلات نقضي بيها الاسبوع. لو اسبوع العمليه مخستكه، كشفه لسه عند الدكتور، جايبه حبه علاج، الدنيا غليت في كل حته مش في مصر بس، ماشي. فدلوقتي انا لسه طالعه من السوق. جبت البطاطس، احلى بطاطس في السوق ب6 جنيه عندنا في شبرا، هي دي ب6 جنيه. جبت 2 كيلو ونص ب15. القوطه تحفه ب5 جنيه. لازم يعني نتفائل واحنا بنقول الحاجه كده. هو البطاطس الرفيعه ب5 جنيه اهي، مش رفيعه قوي والله اهي. يعني دي هسلقها جنب حزمة جرجير، وهدمس فول جنب حبة فول، ممكن عادي فطار وغدا عادي يعني. وهنعمل حلو وجبنة فاكهة. بصوا برتقان ب6 جنيه، ماله البرتقان دون ب6 جنيه. جبت 2 كيلو ونص ب15. جبت ايه بقى؟ رايحه اجيب ب5 جنيه عجينه طعميه. الراجل مديني يطلعوا 3 طعميات. طب 3 طعميات يكفوا مين يعني؟ يكفوا مين؟ نفسي اعرف. هتقولوا لا الزيت غلي. هقول لك على وصفه لعجينه الطعميه ما تخليهاش تشرب زيت، وهنعملها في البيت. نص كيلو فول مدشوش. الفول المدشوش جايبه النص كيلو. النص كيلو يا رب بكام؟ بصوا انا جايبه الحاجات دي كلها ب50 جنيه. فدون بقى ب34 اللي انا اعرفه، وده مش عارفه بكام. بس هو نص كيلو فول تدميس، نص كيلو فول مدشوش. كيس بتاع الهمبرجر ده. جبت خميره فوريه عشان هنعمل معجنات. وجبت كيس بيكنج باودر. وجبت ايه، الكيس دون وكمون ب5 جنيه كمون، لان انا بحب اشرب كمون عشان معدتي. كمون مغلي يعني، مش هطحنه، انا عندي مطحون. جبت الخيار ب8 جنيه برضو حلو تحفه، رخيص اهو، الحاجه رخيصه اهي يا جماعه. جبت كيلو ربع بايه، ب10 جنيه. الليمون ب8 جنيه برضو رخيص، الاسبوع اللي فات كان ب10. بصوا التفاؤل. البصل في ناس بتبيعه ب10، في ناس بتبيعه ب8. انا رحت الراجل عبالي 2 كيلو وربع ب15 جنيه، وحلو ومزلط اهو جميل. البصلايه اللي متقشره هنستعملها النهارده، والبصلايه الحلوه هنعينها، مش لازم ننقي الحاجه يعني. وكله مزلط اهو، بصوا مزلط يعني، كله مزلط، لو وحش انا مش هجيبه. جبت لفتين جلاش، اللفتين دول ب25 جنيه. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده كله الخضره والحاجات الخضراء، وطبعا ده الكرات عشان الطعميه. وبص الخضره شكلها جميل ازاي. اهم حاجه عندك في التلاجة يبقى طبق السلطه. طبق السلطه اعمليه جنب حبه مكرونه وبقاص محمره وقضي اليوم. شكشوكه بيض بقوطه، البيضه ب3 جنيه. اعملي
قوطه على بصل على فلفل، وحط 3 بيضات في قلب صينيه كبيره وعيش كده، واقعدوا وانت واولادك اقعدوا وهرسي بطاطس جنبها. مش لازم كل يوم لحمه وفراخ. ايه هو لو ما كانش فيه لحمه وفراخ مش هناكل؟ انا اصلا مش يعني انا بحب اللحمه والفراخ، بس مش لازم اكلها كل يوم ولا حتى كل اسبوع، عادي يعني. ايه يعني لما نعملها مره في الاسبوع عبل بس الحاجه الحاجه ان شاء الله هترخص. اليومين دول بس صعبين على كل الناس، فلازم ناكل نفسنا عشان ما يجيلناش اكتئاب. يعني انا مره انا الاسبوع اللي فات قال لي مش نازله السوق، انا مش نازله السوق، بس قعدت مع نفسي كده وقلت ايه هنأقلم نفسنا. فدون فيديو حبة مشتريات، وجبت عيش اهو. العيش والناس يقولوا العيش ضرب نار، لا العيش مش ضرب نار ولا حاجة، عادي. وقفت يجي نص ساعة قبل ما جبت ب3 جنيه عيش بس انا حطاها في شنطة بيضة، يعني انا حطاها في شنطة بيضة اهو، مش في شنطة سمراء. ممنوع العيش يتحط يا جماعة في شنطة سمراء عشان بتضر للصحة. فانا النهارده هاخد ربع كيلو بانيه، وهعمل لكم الفيديو النهارده ده فيديو حبه مشتريات. هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل كده بالبانيه، وعاوزين نعمل سلطه، عاوزين حبه لفت مخلل كده، وهناكل وهنقضي اليوم بتاعنا النهارده. بكره نعمل اكل تاني، اكل مش لازم يبقى فيه لحوم، اي اكل. انا عندي حاجات كشري، عندي بطاطس، عندي قرنبيط، عندي كل ده، وانا عندي انا جايباه معايا. يعني انا سلقه القرنبيط وحطاه في التلاجة. عندي بطاطس، عندي هدمس فول، هعمل عجينه طعميه، هنزل بكره اجيب جبنه قريش، او اجيب لبن واعمله جبنه قريش. فلازم ناكل من نفسنا يا حبايبي، مش اللي احنا العمال على بطال. الحاجه غليت، الحاجه غليت علينا كلنا، على قد لحافك مد رجليك. حابه وهرجع لكم تاني اكون شلت كل دون، واشيل العيش في الفريزر ونعمل مع بعض صينيه المكرونه بالبشاميل بالفراخ. حابه وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي خلاص غسلنا الحاجه كلها، بس البرتقال ما غسلتوش، الخيار غسلته، الطماطم غسلتها، الخضره غسلتها وحطاها تنشف اهي. بعد ما بتنشف خالص بروح مكلفتها في حته، والطماطم بسيبها زي ما هي كده. هون انا بستعمل منها على طول. الخيار برضو كنت الاول بكلفته في مناديل ورق، دلوقتي مناديل ورق غليت، فلازم برضو نتعايش مع الغلاء. نجيب اي فوطه قديمه عندك، اي فانلة داخليه قديمه معقمه كده، نكلفت فيها الخيار عشان ما يبص عندك في التلاجة لو انت استعمالك بطيء. يعني الخيار ده يكفيني اسبوع، فانت عندك اسره كبيره هيكفيكي يومين، خلاص سيبيه زي ما هو كده، هو مش هيجرى اي حاجه. الجو ساقع وحلو. البانيه اهو، ده الربع كيلو قطعتهم شرايح. حضرت حاجات المكرونه بالبشاميل هي كلها. فطبعا اول حاجه ببداها هعصج البانيه دون. الربع كيلو التاني اهون حطيته في كيس، هحطه في الفريزر. وغسلت القوانص ونضفتها بالليمون وبالملح، انا ما بغسلش بخل، انتوا عارفين عشان الخل بيزفر الحاجه. دول هيبقوا وجبه مع ربع كيلو فول صويا. هبقى انزل مره يعني اجيب فول صويا، هعملها همبرجر معاكم، وهعمله لكم فيديو اللي هو ايه اللحمه الكدابه بالفراخ بربع كيلو، يعني عشان خاطر ايه هي ممكن تتعمل بقوانص بس انا بضطر بحط عليها برضو ايه من الفراخ او من اللحمه ربع كيلو، عشان خاطر ايه نحس ان احنا بناكل فراخ او لحمه يعني. دون عشان خاطر بس نفسيا يعني. فدون انا دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه في المكرونه بالبشاميل هعصج زي طريقه تعصيجه اللحمه بالظبط، بالبصله وقرن فلفل، وهحط طماطمتين بنتي عاوزاها بالطماطم. وطبعا هسلق المكرونه وهنعمل مع بعض البشاميل. يلا بينا نروح نعمل ايه، نعصج الفراخ، يلا بينا ونسلق المكرونه. دلوقتي يا حبايبي حطينا معلقه زبده كده في قلب الطاسه، وهنعصج بقى الفراخ دلوقتي. عملنا بصلايه، بشرنا بصلايه وقرنين فلفل خضر حراقين بقى باردين زي ما انت عاوزه. نروح واخدين البصل كده وحاطينه هنا، وطبعا حاطين الميه عشان نسلق المكرونه، يعني نعمل حاجتين في وقت واحد عشان ما نضيعش الوقت. وطبعا المكرونه بتتسلق نص سلقه، يعني 3/4 كده، ما تخليهاش مستويه قوي عشان لسه تدخل الفرن. نحط الفلفل، انا مش بقلل البصلايه، انا بشوحها بس كده، وممكن بحطهم كله على بعضه يعني. طبعا البهارات اللي بتحطيها بهارات مرق الدجاج، فلفل اسمر، 7 بهارات، حبه كمون، حبه كزبره. البهارات اللي انت بتحبيها حطيها، اللي انت بتحبي طعمها في اكلك، مش لازم، بس هي اللي بتديها. اهم حاجه الفلفل الاسمر
والسبع بهارات. لان السبع بهارات دي فيها قرفه، فيها جنزبيل، فيها حاجات كتيره يعني. طبعا نحط بقى البانيه. ونشوحها بقى مع بعض، وهوريها لكم منظرها هيبقى شكلها عامل ازاي عشان ما اضيعش برضه عليكم. والميه بتغلى اهي. هسقط بقى المكرونه، حبه ملح على الميه بس. وهو كيس مكرونه اللي هعمله بس، كيس مكرونه 400 جرام بس. هسلق بقى المكرونه وهشوح وهوريها لكم. وبعد ما قبل تتشوح انا فرمه 3 4 قطيات كده صغننين، عشان هي عاوزاها حمرا، عاوزاها يعني. ساعات ممكن تعمل من غير قوطه، برضه اللي بيحب القوطه يحط قوطه، اللي ما بيحبهاش بس القوطه بتديها طعم حلو يعني. حابه هرجع له. دلوقتي خلاص الشاورما هي الفراخ اللي هي شاورما، ما هي دي تعتبر فراخ شاورما. اتشوحت خالص اهي، وبصوا الفراخ ابيضت خالص اهي، ادت اللون ابيض بقى يعني. قعدناها بتاع 5 دقايق كده. هنروح دلوقتي ايه نازلين بالبهارات، اللي هي فلفل اسمر 7 بهارات، كزبره، كمون، حته مرقه دجاج صغننه، حبه ملح، حبه شطه للي عاوز يحط. بصي البهارات اللي انت بتحبيها حطيها، والسبع بهارات. لو ما عندكيش 7 بهارات حطي حبه قرفه، حبه جنزبيل. وهننزل بقى ايه بالايه 3 طماطمات كده عملتهم في الكبه، ونسيبهم بقى ايه يعني ايه يشكشكوا مع بعض بس كده. والمكرونه خلاص اتسلقت. يلا بينا بقى ايه نروح نعمل البشاميل. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي جبنا هنعمل البشاميل مع بعض. 4 معالق زبده او سمنه، على عاوز تحطي زيت على سمنه حطي، على 4 معالق دقيق، يعني المعلقه عليها معلقه دقيق، عشان دي صينيه واحده. انا بعمل دايما 8 معالق لما بكون عامل صينيتين. معلقه هرميه يا جماعه عشان البشاميل يبقى كتير كده. انا بنتي بتحب البشاميل اكتر من المكرونه والفراخ. وطبعا ايه الزبده هي بتسيح هنشوحهم. انا قلت اعمل في الصينيه عشان ما اوسخش حله، لان انا كده كده بحط البشاميل في قعر صينيه برضو. فقلت استنى يعني ايه نوفر برضو زي نوفر قصدي صابون سايل ونوفر صحه ونوفر حاجات كتير. هقعد بقى اشوح الدقيق. وطبعا انا محضره اللبن اهو جنب اهو، ومحضره دي كوبايه ميه سليق المكرونه، حطيت فيها حته مرقه دجاج. وهنحط فيها حبه فلفل اسمر وحبه ملح بس. ويعني دي بتدي قوام البشاميل قوام حلو كده وكريمي يعني. انا بقى هشوح نقعد نشوح الدقيق لغايه ما تشمي ريحته. انت انا اللي هشمه مش انتوا. فطبعا ايه يعني هو دون يعني تشمي ريحه الدقيق اللي هو بيتحمص، مش نحمره لا نشوحه بس. فانا هشوحه وهجيبه لكم واحنا جاي بعد ما يخلص، لانه بيقعد يجي دقيقتين كده. دلوقتي يا حبايبي خلاص ريحته طلعت اهي، وبقى له دقيقتين على النار. هننزل بقى باللبن ونقعد نقلب تقليب مستمر. وهوطي النار خالص سهاري، وممكن تدفيها لغايه ما القوام ما يبقى منك كريمي. وهنحط برضو ايه ميه سليق المكرونه ونقعد نقلب. ودلوقتي يا حبايبي ده قوام البشاميل. انت برضو براحتك. بصوا القوام بيبقى كده اهو، بصوا عامل زي الكريمه ازاي. عاوزه بقى تحطي فيه جبن بقى، انا بنتي ما بتحبوش بجبن خالص. الاكل ده اذواق يا جماعه. بنتي بتقولي انا عاوزه صينيه المكرونه بتاعتنا بتاعت زمان اللي على وشها البيض كده وافقش، انا هحط فيها بيضايه وهحط على الوش بيضايه. هسيبها بس تبرد شويه قبل ما ايه ما اصب المواعين في الحوض. وهفقش بقى فيها بيضايه والرز مع بعض الصينيه. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي حطينا بيضايه وحطينا فلفل اسمر، ودلقت مطرح اللبن البشاميل هنا، وخدت الحبه اللي هحطهم في القعر اهو حطيتهم اهو. وهسقط بقى عليهم المكرونه كده. ونروح بقى حاطين عليهم ايه الشاورما.
بص لونها عامل ازاي، تحفه وطعمها جميل ومشطشطه بقى. اللهلوبه دي ما بتخليش اي حاجه في قلب الاطباق. وبعد كده بقى هنجيب ايه، كبشه بشاميل بس كده نحطها ايه على الوش كده. نحط بقى المكرونه وهسوي بقى وهوريها لكم في المنظر النهائي. خلاص حطيت على وشها يا حبايبي البيضه الاسمر ده فلفل اسمر، وهحطها دلوقتي في الفرن وهوريها لكم منظرها بعد ما اعملها شكلها عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي طلعنا صينيه المكرونه من الفرن، تحفه ريحتها قلبة الدنيا. مش هقول لكم ريحتها يعني خطيره خطيره خطيره. وشكلها بص تحفه زي، بس انا بحبها فاتحه شويه عن كده، هي احمر سنه مني، كنت عماله ارغي في التليفون. فدون كان غدانا النهارده يا حبايبي. هنعمل طبق سلطه بس وكده بقى، مفيش بقى بانيه جنبه بقى ولا حاجه، بقى الحاجه غاليه. هو حلو، ما هو جواه بانيه وحبه سلطه كده اهو جنبيه. وده كان غدانا النهارده. بس بنتي هتجيب الاطباق هي وهتغرف، وبالف هنا وشوف اللي ياكلوه. واستنظروا لي بقى في فيديو جديد اللي احنا نعمل مع بعض بقى ايه، عجينه الطعميه وندمس فول، ونعمل كده حبه اكلات ايه فيها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت فيها حبه توفير للغلاء اللي احنا فيه دوت. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.